ريتا بين النبض والمعرفة، منبر فكر ورسالات مشرفة، حوار هادف يضيء الطريق. اللي عم تنضموا لنا جديد وحلقتنا مستمرة مع الأستاذ شرب الحرب. أهلا وسهلا فيكم، ورح نفوت على المحور الرابع، الفنون القتالية وفلسفة القوة. جاهز؟ أنا على طول جاهز. شرب الحرب، القوة هل هي سيطرة أم وعي؟ القوة هي أنت بتحددي كيف تسيطري عليها، وبتحددي الوعي كيف تستعمليها. حلو. الفنون القتالية اليوم الولد لما يبلش من عمر 4 سنين ولا 5 سنين، قبل ما يبلشوا إذا بدك المدربين، أكيد مش عم نحكي على التكتين الصغيرة، عم نحكي كنوادي محترمة. أول شغلة بيعلموا إياها هي الديسيبلين، يعني الانضباط. فاليوم لما تكوني مؤسسة على شيء اسمه انضباط، قبل ما تكوني مؤسسة على كيف تستعملي قوتك، هون رح تعرفي تميزي المنيح من المش منيح، رح تقدري تسيطري عليه. برأيك الإنسان القتال بيعلم الإنسان العنف أم بيحرره منه من العنف؟ أكيد لا، يعني ما بدي أعمم قول 100%، بس تعي طلع اليوم بأكترية الرياضية، أكتر ناس يمكن بتلاقيهم منضبطين ورايقين هن رياضية. ليه؟ أنت عم تطلع تتمرني، عم تطلع هالأدرينالين اللي عندك، يمكن تعب نهار، الستريس تبع الشغل، عم تفضيهم، أو رح أقولها بشكل أجمل شوي، رح نمقها شوي، رح تستثمريهم بمطرح إنه تقدر تفضي كل هالتعب وكل هالستريس بهالرياضة. مطرح ما في قوانين اليوم بحيالله رياضة قتالية، منك رايحة أنت تدمري، رايحة تلعبي تنبسطي، في قوانين وفي انضباط. بيعملوا منك إذا قلنا بطل أو بطلة ضمن قوانين معينة، ضمن احترام معين. اليوم أهم شغلة بيمشي عليها إذا بدك الرياضي هو احترام الخصم. فلما يكون في الانضباط وعندك الاحترام للخصم، ما بفتكر رح يكون في العنف أو ما يسمى بالعنف. متى تتحول القوة من حماية إلى تهديد؟ بالشارع بأشخاص غير رياضيين، غير منضبطين. في مش ضروري يكون شخص قوي ويكون رياضي، في شخص يكون قوي وسوري على الكلمة رح أقول بلطجي. بصير بيهدد اللي حواليه إذا ما في مبادئ، ما في تربية، ما في احترام لحدود الناس التانيين. صحيح. هل الانتصار الحقيقي في إسقاط الخصم أم في ضبط النفس؟ بالاثنين. يعني اكيد اي رياضي بده يضل ضابط نفسه، بس بالنهاية في هيدا الشعور بالانتصار. يعني عندك بالنهاية يا هيدي إذا بدك فرحة الانتصار، يا عندك لما تخسري هيك تكوني من جوا عم تقولي انه خسرت كذا وهيك. فاليوم
نعم. تتشتت إذا خسرت. ايه انه بنسميها اذا بدك خيبة الخسارة. حلو. شو الفرق بين شخص بيعرف يقاتل وشخص بيعيش فلسفته الخاصة بالقتال؟ آه شو الفرق بيناتهم؟ مم. هلا ماني مطلع كتير على اشخاص عندهم فلسفتهم الخاصة بالقتال، بس اليوم لما يكون في اذا بدك منظمات واشخاص عم تشتغل على سنين وسنين طويلة على رياضات معينة، على تكنيك معين، ويجيك شخص خالق هو إذا بدك فلسفة معينة ما بعرف من وين جايبها، منه راجع لباك جراوند معين، إلا إذا عنده فلسفة معينة برياضة معينة حابب يطورها. أنا هون اللي بكون يمكن بحترمه لهذا الشخص إنه عم بيقدر يطور، بس حتى يجيب فلسفة معينة من حيث لا ندري. آه، ما بعرف، بحسه يمكن بيكون مؤثر كتير بالتي في وبالسينما وبروسلي وهيك، فهذا فشل ذريع. شربل، هل الخوف ضروري ليصنع مقاتل حقيقي؟ حتى يتكون مقاتل حقيقي بدك تحطي الخوف على جنب. توضيح. توضيح. آه، اليوم ما في مقاتل يكون عنده خوف ويقدر يوصل إذا بدك لمطرح يقدر يعمل بطل أو يحقق إنجازات. بمعنى أصح، هل يمكن للإنسان أن يكون قوي وبنفس الوقت إنه يعني مسيطر على نفسه؟ هادي، يعني يقدر يسيطر على هدوءه وعلى نفسه ويكون كتير قوي، وخاصة آه، الكز مثلا، خلينا نقول. حتى تقدري تكوني قوية إجباري تسيطري على نفسك. أكيد هي القوة بالسيطرة على النفس أصلا، صدقني، لأنه في عندهم كتير، في ناس عندهم عضلات بس بلا، بتحسهم بمخهم بتغلب العضلات بأوقات كتير أو بمطارح كتير. نرجع بنرحب حتى بكل اللي أهلا بس وسهلا خليني أزيد فيكم. شغلة. اه بس خليني أنا أزيد شغلة على اللي قلتيه. أكيد. اليوم حتى تفوتي بنزال، فايتة أنت مثل فايتة على خريطة، عم تقري كل شيء عم بيصير قدامك حتى تعرفي وين بدك تروحي. طبعا طبعا أكيد بده يكون في خطة، بده يكون في توازن بالعقل، بده يكون في توازن بالنفسية، بده يكون في توازن لحتى تقدر ولا في ناس هي العضلات ما هي كل شيء، يعني هو الدماغ والمخ لا 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 والسيطرة لا. على النفس، هيدي هو القوة الحقيقية، يعني أنا بعتبرها الصراحة. كمان بدي ارجع ارحب بكل اللي انضموا لنا، وحلقتنا مستمرة مع شربل، وراح نفوت معكم على المحور الخامس ما بين العقل والجسد. اهلا وسهلا. هل الانسان قرار ام نتيجة، شربل؟ الإنسان قرار ونتيجة. قرار بي وأم، نتيجتهم ولد. يطلع عاطل يمكن أو مش عاطل يطلع رياضي او مش رياضي. مثلا. ايهما يقود الاخر، العقل ام الجسد؟ لا أكيد العقل بيقود الجسد. اليوم ما في جسد يتحرك أو يقوم بحيالله حركة أو آه، ما يعني رح شبه لك إياها. اليوم سيارة بتمشي بلا موتور، فيها اكيد. كل شيء، فيها مقاعد، فيها ديركسيون، فيها كل شيء. فالعقل هو موتور هالجسم، هو اللي بيحركه. صحيح. انا قصدي بالرياضة او بالقوة القتالية او بالقوة والجسد. احيانا واحد بيعصب، بيقوم عنده عضلات وهيدا بيخبط الدنيا، بيكسر الدنيا.
احيانا العقل هو اللي بيقوده، يعني بخليه يوقف انه هون ستوب، لازم توقف، مش انه معناته اذا انت قوي لازم تطحبش الدنيا، يعني هيدا قصدي انا. لا لا لا، مزبوط اللي عم تحكيه. بس في شغله اليوم، انت لما يكون حيلا شخص عم بيمارس رياضه قتاليه، او اي نوع من الفنون القتاليه، وخاصه لما يكون بمباراه معينه، بيطلع بيفرز جسم مادة اسمها الأدرينالين. فتوصل إلى مطرح يمكن مع كل تركيزك وكل يمكن المجهود اللي بتعمليه انه تضلك مسيطرة، بس قلت لك في عندك نشوة الانتصار بمطرح معين، في شعرة بتخليك تفقدي آه، هيدا الزيح يعني. تروحي، بس اكيد بيكون في مطرح تاني اشخاص عم تقدر توقفك، يمكن بكلمة او بحركة او بشيء، تقلك وعي خلص خلصتي، وقفة. لأي مدى شربل ممكن حدا يستفزك؟ لأي مدى معقول حدا يستفزني؟ اوف 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 اوف. بمعنى صح، هل تستفز بسهولة أم؟ لا لا لا، عم اقول لك اوف، صعب كتير انه تستفزي. مانك من الأشخاص اللي تستفز بسرعة يعني. لا لا لا. حلو. هل الانضباط حرية أم نوع من القيد؟ آه هو بالاساس حرية، بس اكيد توصل لمطرح بينفرض عليه قيود. لأي مدى بقيدتك أنت بشكل شخصي؟ قلت لك لما تقطع هيدي الشعرة يمكن وتحسي بنشوة الانتصار، بدك يمكن صرخة من مدرب، أو يمكن تدخل من حكم يقول لك وقفة. شربل، هل بتحس أنك أنت عم تصنع قرارك بنفسك أم الظروف هي اللي عم تصنعها؟ أه لا، عم بصنعه بنفسي، بس أكيد أيام كتير ظروف بتكون معك أو بتعاكسك، فبدك يا تستسلمي لها، أو تتحايلي عليها، أو تضلك ماشية بلا ما تشوفيها. عندك درجة أنك تتجاهل هذه الظروف؟ تتجاهلي. أما بأكترية الأوقات بينفرض قد إيه عليك بدك إنه قد إيه بدك قوة لحتى تتجاهل هيدا كل اللي عم بيصير حواليك؟ قد إيه بده يكون عندك ما- مش قصة بدك قوة، بس لما توصل إلى قناعة إنه بدي أوصل أنا، حتى لو رح يكون في خشب بالدواليب، رح شيلهم وكمل، فرح توصلي، ما رح تكون عائق قدامك. متى يصبح الطموح هروبا وليس تقدما؟ أوف. متى يصبح الطموح هروبا وليس تقدما؟ يعني مثل واحد لما من شيء معين. لما توصل إلى الدونكيشوتية، إذا وصلتي لها. حلو. برأيك التوازن هو حالة نصل إليها أم صراع دائم؟ آه التوازن، انت اللي فيك تخلق التوازن، مش ضروري تسعى انه توصلي له، او رح يكون صراع. بكل بساطة فيك انت تخلقيه. حلو. شربت، شو اللي بيحتاجه الإنسان اليوم أكثر، قوة داخلية أم وعي عميق؟ بحاجة لاثنين، لأن الوعي مفروض، بس حتى تقدري تواجهي وتجابهي، أكيد بدك قوة داخلية. هي رح تكون البوستر إذا بدك، كرمال الوعي.
حلو، خلينا نفوت على فقرة سريعة شوي، ورح أسألك سؤال وجواب بسرعة. شو هو أقوى سلاح؟ أقوى سلاح الثقة. أكبر خصم؟ أكبر خصم المرض. قرار غير حياتك؟ قرار غير حياتي بعد ما وصلت له لهالقرار. أبدا. أبدا. كلمة تختصر حياتك؟ كلمة بتختصر حياتي. أوف. سيخ شاورما. خلينا نفوت على كتير موضوع، رح نفوت على شوي كوميدي بعد شوي. لو أخذت منك كل ألقابك، شو الشيء الوحيد اللي بيبقى من شربل؟ حلو، كتير حلو شربل، أنا كتير كنت مبسوطة بلقائك صراحة. لنشوف إذا حدا عنده سؤال لشربل. خلينا نجهز أسئلتكم، ورح نفوت بعد شوي على فقرة كوميدية مع شربل. وسؤالي، وين الكوميديا بحياة شربل؟ وين الكوميديا؟ وين ما كان يا ريتا. اليوم الكوميديا إذا بدك تنقلك من مطرح لمطرح. فيا رح تكوني قاعدة ميأسة وهيك، يا رح تروحي للكوميديا تعيشي بضحكة وفرح. قد ايه شرب الحرب عنده هالحالة الكوميدية يعني كيف بتعيشها مع أصحابك، أو ممكن تطلعها على العام، أو ممكن بس بالعيلة، أو كيف ممكن تستخدمها هي لا الحالة؟ لا لا، لما استحي كتير هي بتطلع لوحدها. احنا بدنا نخجلك معناته. نحن شرفنا على ختام حلقتنا لليوم. رح نكمل مع شربل بأسئلتكم، ونقول بين الإدارة والصورة والقتال تبقى الرحلة الأهم هي رحلة الإنسان مع نفسه. شرب الحرب لم يكن ضيفا نتعرف عليه فقط، بل تجربة نحاول أن نفهمها. إلى لقاء جديد نقرأ فيه بين السطور. شرفت ونورت أستاذ شربي، شو بتحب؟ أنا بدي أقول ثانك يو. وحابب بس للجميع الموجودين هون أقول لهم ينعاد عليكم كل عام وانتم بخير. ولكل الأمهات بقول لهم الله يخليكم بصحتكم والله يرحم اللي انتقلوا.